النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مختلفه. عايزين نتعرف على المعيشه والمصاريف هنا في المانيا والحياه عامه في المانيا. في ناس كتير قبل ما بياخد خطوه السفر بيبقى عايز يعرف هل يا ترى هنا هيقدر يصرف قد ايه، هياكل ويشرب بقد ايه، السكن ماشي ازاي، هيقدر يوفر من مرتب ولا لا. حاجات كتير بتدور في دماغك. طيب مبدئيا كده عشان نكون عارفين، في هنا سلسله محلات، سوبر ماركتات في جميع انحاء المانيا، موجوده في اي مكان. نفس الاسعار موجوده في الشمال، في الجنوب، في الغرب، في الشرق، تبقى نفس الاسعار. تمام. فمتوسط كده البني ادم هنا، الشخص الواحد ممكن ياكل هنا من 200 ل 300 يورو. 200 ل 300 يورو دوت، يعني هو بص مش حارم نفسه من حاجه. تمام، اقصاه 300 يورو. تمام، ده لو بص بقى يعني ايه، ما خلاش حاجه ما جابهاش. طيب دي حاجه، بس طبعا الكلام ده انك مش هتروح تشتري اكل من بره. انك تشتري اكل من بره دي حاجه تانية خالص. انا بتكلم ان انت هتروح تجيب منتجات من السوبر ماركت وتعمل اكل ايه وتطبخ في البيت. فانت تجيب كل اللي نفسك فيه وتعمل كل حاجه انت عايزها. طيب، ده بالنسبه لموضوع الاكل والشرب. بالنسبه للسكن